من صفات الحب الإخلاص والحنان والتعاون والمشاركة، مش كده برضو؟ أكيد ممكن تكوني مريتي بتجربة ما نجحتش بسبب الراجل مش بسببك. مش فاهم لحد النهاردة بقى أي مبرر أو تفسير للنقطة دي. في الفيديو ده بقى هتعرفي أنواع الرجالة اللي ما ينفعوش للعلاقات العاطفية أو العلاقات السوية بشكل عام، عشان بقى لو قابلت حد من النوع ده ابعدي عنه فورا. تمام كده؟ يلا بقى بينا نبدأ. النوع الأول من الرجالة اللي بيعرف دي ودي ودي. ما بيحبش في حياته ان يكون ملتزم، يعني ما بيحبش الالتزام، عايز علاقة عابرة والسلام. يقعد معاها وقت ما يقعد، ولما يقرر انه يبعد عنها او يسيبها بيقرر ده، وده بقى بيبان عليه من الوهلة الاولى او من سيرته من الناس اللي حواليه. كده النقطة دي واضحة. النوع التاني بقى من الرجالة اللي كل يوم بحال، يعني راجل متقلب المزاج، مرة يبقى مبسوط مرة يبقى متضايق والكلام ده، يعني بيتعامل معاكي على حسب مزاجه، ودي مشكلة لأن بيخلي العلاقة ما بينكم بتكون مش مستقرة. دي مشكلة كبيرة طبعا. النوع الثالث بقى اللي بيبالغ في غيرته عليكي، وبيفسر بقى الغيرة دي بأنه بيحاول يسيطر على حياتك. ده غير كمان أنه بيقتحم خصوصياتك، وده بقى هيخليكي أو بيخليكي تشعري بضغط نفسي كبير جدا طبعا وانت معاه. نشوف بقى النوع الرابع، الراجل اللي بيمشي بدماغه وبس، يعني كده زي ما بيقولوا صوته من دماغه. والنوع ده بقى من الرجاله بيهمل مشاعر شريكة حياته، وطبعا ده شيء مش كويس او مطلوب في العلاقة، ده علشان لو احنا عايزينها تكون علاقة ناجحة. نشوف بقى النوع الخامس من الرجالة، الراجل المتكبر اللي شايف كده كل حاجة بنظرة تعالي، والتصرف ده طبعا هيزعجك كتير جدا وهيخليكي كمان تفقدي ثقتك بنفسك. كده احنا قلنا 5 انواع من الرجال، بخلاف بقى الراجل اللي اتربى في بيت اهله مدلعينه حبتين، فدلعه ده بقى خلاه ما عندوش اي مسؤوليات لاي شيء بيعملها واي حاجه مقبل عليها. الراجل كمان البخيل، لان البخيل مش بيكون بخيل في الفلوس بس، بيكون بخيل في المشاعر كمان. في النهايه بقى لازم نكون عارفين ان الحب عايز تفاني واخلاص من الاتنين، وتتأني كده وتصبري وتحسني اختيار شريك حياتك، وده علشان تاخدي الراجل المناسب ليك. ساعتها بقى يكون الحب والمشاعر بسيطه جدا ومش متعقده. في النهايه بقى يا رب تكونوا استفدتم. اشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد مختلف. بشكركم.